صباح الخير، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد طبعا ان شاء الله داخل علينا، وباذن الله كده هنبدا بقى تنظيفات وحاجات حلوه كده هتعجبكم قوي. بس ايه، نزلت بس للتمرين وقلت بقى ايه اخلص لو شويه طلبات ورايا كده هجيبها من بره وكده، وبعد كده ان شاء الله هنزل بقى لا بقى بعد ما انزل اجيب الحاجه يعني، عشان معيش انا بهيس يعني، هنزل بقى هروح بقى همسك اوضه اوضه بقى، ابدا معاكم بقى الروتين الحلو كده بتاع العيد والتنظيف وغسيل السجاد والحاجات الحلوه دي. انا مش هغسل السجاد ما اضحكش عليكم يعني، عشان السجاد عندي نظيف، انا هغسل بس الحافظات اللي بفرشها. ثواني. طبعا باسل بقى راح عشان ينزل بقى ايه التدريب بتاعه. عايزه اقول لكم ان الجو هنا لطيف والهواء حلو، جو منعش، غير قعده البيت بتجيب كآبه بصراحه، والواحد بيكتئب يعني، مع اني والله واخده من بالليل زيرتك عشان عندي حساسيه جيوب الانفيه وكده. وقلت هنام النهارده ومش هنزل يعني، مش هقدر انزل لان هو بيضل منيمني الزيرتك ده يجي 3 ايام كده ما بيجينيش، ببقى كسلانه بقى وبيجيب لي هبوط وكده. بس امبارح من كتر التعب خالص بتاع جيوب الانفيه ما كنتش قادره بصراحه فخدته. فاول ما صحيت من النوم بقى بس عمال يتصل عليا يا ماما يا ماما تدريب التدريب، فقلت بقى خلاص يا راغده ايه، اشربي فنجان القهوه وانزلي وكده بس. وخليكم بقى في الروتينات الجايه معانا كده هتعجبكم ان شاء الله، بس ما تنسوش تعملوا ايه لايك والحاجات الحلوه بتاعت الفيديوهات والحاجات الحلوه دي، عشان القناه برضو كل ما بتشتركي وبتعملي لايك وبتعملي اشتراك في القناه كده، عندي الريتش بيعلى برضو والدنيا بتتظبط عندي شويه. وهنا بقى كنت رحت عند ماما وطلبت اخويا، قلت له ابعت لي واحد حواوشي فحم كده، بعتولي بقى زي ما انتم شايفين بقى بالليه والجبن وحاجه كده بقى ايه عظمه عظمه، تاكليه بقى وتقومي على الشقه ايه تاكليها، يعني تاكليه وتقومي على الشقه تاكليها. وهنا بقى اكلت وشربت الشاي ومش عارفه ايه وكده، وقلت بقى ايه لا خلاص بقى ايه، انا خدت باور جامد، يلا يا بت يا راغده روحي امسكي بقى الحافظات دي اغسليها وظبطي ايه الدنيا كده، بدل ما انت كل شويه كسل كسل كسل، لا قومي اتنشطي بقى وقومي خلصي اللي وراكي. قلت لماما بصي انا مش قادرني قاعده، القعده دي بتجيب كسل وبتجيب اكتئاب. انا هقوم اروح اغسل الحافظات اللي قاعده لي هناك دي. طبعا بقى رحت حاطه الحافظتين على بعض زي ما انتم شايفين، طبعا انا حطيت الحافظه من تحت كمان، تقولي انت حطاها من تحت ليه يا راغده، انا حطيتها من تحت عشان تشرب الميه، فاهمين يعني ايه، بدل ما تجيب ميه تاني وكده واحطها، لا تشرب الميه ايه من التانيه يعني. وبقيت طبعا قلت بقيت اقول لو كان عندي خرطوم كان سهل عليا، بدل ما انا رايحه جايه ايه بالجردل كده، بس عادي يعني اتعيشت. بس الميه كانت بصراحه تقيله يعني، الجردل الميه تقيل وانا صوابعي برضو بتوجعني، بس بجد والله عملتهم ونطفوا معايا ما خدوش مني حاجه. الاول كنت بنقعهم في البانيو، مش كنت بحس ان هما بيلمعوا كده ونضاف، لاني بعملها ايه كنت اقعد اقول ايه انا ما عنديش مكان اعمل فيه، ما عنديش مكان اعمل فيه. فبصراحه كانت في واحده بتساعدني وكده، ولقيتها بقى ايه راحت فرداهم في الصاله وراحت مدخره الكنبه وعاملاهم، وقلت خلاص الواحد برضو ايه بيتعلم. رحت مدخره برضو الكنبه كده، ورحت بقى فرداهم زي ما انتم شايفين، ونزلت بقى بالاريال ونزلت بالكلوروكس الالوان، ودعك بقى يا معلم، استنى بقى عشان الدوشه اللي انا قاعده فيها دي. وطبعا بقى هنا بصي بقى بكل القوة اللي عندي بقى عمالة، انتوا عارفين بقى الابيض ما بيستحملش، واصلا كانت متبهدلة جدا لانها كانت في اوضة ريتاج وكده، فكانت بجد مش يعني متبهدلة متبهدلة، وباسل كان موقع لي عليها بيبسي كمان، فالدنيا كانت بصراحة مش اخر حلاوة يعني، كانت وحشة جدا. فبجد بقى، وكمان الفرشة الصغيرة مش كنت لاقياها، فمسكت بقى ايه فرشة المقشة، بس حلوه برضو ايه دعكت معايا كويس، كويس قوي يعني. وهنا بقى كنت خلاص شطفتها وكده، وبعد ما حطيت الميه حسيت ان في حته مبقعه كده، بصوا نزلت عليها تاني قلت لا بايديا الاتنين بقى، الايد واحده مش هتنفع، بايديك الاتنين يا راغده دعكي كده. وبعد كده بقى من المساحه بقيت انزل الاريال بالكلوروكس دوت طبعا عشان الرغاوي دي، وبقيت اجيب ميه نظيفه بقى وارش. عايزه اقول لك بقى ركبي بعد بعد ما خلصت لقيتها متعوره، بقول الله ايه ده، بجد الله يكون في عون الناس اللي بتساعد، بجد بجد انا وكتاب الله بعد ما عملت الحفاظات دي وعملت الفرش
قلت بجد الله يكون في عونهم الناس اللي بتيجي وبتساعد في البيوت وكده، بجد ربنا بيبقى مديهم يعني قوة كده ومديهم تحمل، بجد بجد ربنا يعينهم ويعين كل واحد على حاله. فعلا كل حاجة متعبة، كل حاجة متعبة. هنا بقى مسكت بقيت انزل بقى بالمساحه طبعا زي ما انتم شايفين كده الربس وكده، وجبت بقى ميه نظيفه وبقيت بقى اكب بقى الميه النظيفه دي عشان ايه الحاجه كلها تنزل وكده. لحد بقى ما وصلت حسيت ان هي نظيفه. انا برضو مش هكتفي بكده، انا بعد ما ابرمها احطها على الكرسي وهرجع اطص عليها ميه تاني. هتقولوا الميه بتجري يا راغده على باب الشقه، هي الميه طلعت على السلم ماشي، بس انا عندي برضو الميه بتلف كده وبتطلع على الحمام. يعني ايه الميه بتجري على الحمام، ما بتروحش في حته تانية يعني، ما بتتحوش تحت كنب ولا تحت بتاع، لا بتجري على الحمام. بس هي عشان الحافظه محطوطه بالطول فما فيش مساحه ان الميه اللي ورا دي تعدي. بس عادي بقى، انا بعد ما خلصت رحت موسعه الحافظه وجريت الميه دي. بصوا شايفين بقى، بدات ابرم بقى، ابرمي كده وسيبي بقى الحافظه اللي تحت اللي احنا حاطينها عشان احنا عايزينها ايه تبقى ايه فيها الميه وكده عشان هندعكها لسه. برضو كانت متوسخه جدا، كانت في الصاله بس فعلا كانت منزله طين برضو. إيه شهرين ما اتغسلوش، شهرين يعني. هي المشكله كلها ان هما الاول كنت بملى البانيو وبحطهم البتاع اللي بتقفل البانيو اصلا إيه مش لاقياها. فهقفل البانيو بايه بقى، فمش هينفع يحجزوا الميه. حتى الستاير والله لما جيت غسلتها على مرتين في طبق كبير، لاني برضو جيت نقعتها في البانيو وحطيت كده يعني حطيت اكياس قفلت بيها البانيو برضو نزلت الميه، فرحت نقعها في الطبق بقى على مرتين. بصوا بقى، لميت الحافظه كلها اهي وحطيتها على الكرسي ونزلت بجردلين ميه حلوين كده عشان بقى لو في اي صابون ولا اي حاجه ينزل. بصوا، وهبدأ بقى ادعك التانية. الله يكون في العون، الله يكون في العون. بصوا بجد متوسخة ازاي، بصوا. بس طبعا احنا هنخلي كل حاجة فلة بقى ايه بطاقتنا ونشاطنا. قومي بجد ما تكسليش وخلاص، ده فاضل ايام بسيطة. يعني انا الفيديو ده كنت عاملاه، يعني انا هنزله لكم مثلا يوم الاحد. انا الفيديو والله كنت عاملاه يعني من يوم ايه، تقريبا من يوم الخميس. من يوم الخميس بس انا عندي بمنتج في يوم وانزل الفيديو في يوم، لاني النت عندي بطيء فالفيديو بينزل في وقت طويل. والمونتاج بصراحه مبقاش عندي وقت الايام دي، لاني بنزل وبطلع وبنفض في الشقه وبعمل، فما فيش وقت بيجي عليه اخر الليل اقول همنتج الفيديو. بجد ببقى مش شايفه قدامي. فادعوا لي كده يعني ايه النت يبقى سريع معايا والدنيا تبقى لطيفه يعني. انا طبعا قعدت ادعك كتير يعني في الحافظه، بس انا مش عايزه اطول عليكم في الفيديو يعني، فبجيب لكم بس اللقطه كده وانا بقى بتعايش مع الحافظه يعني وكده. بقعد وقت طبعا لحد ما بنضفها، وابدا بقى ايه اطص بالميه النظيفه وابدا اعد. بس انا يعني ما بحبش اطول عليكم الفيديو عشان ما تملوش وتزهقوا يعني، اذا كنتوا انتوا مليتوا اصلا يعني. ولو انت بقى لسه داخله عندي في القناه هتعملي ايه، هتحطي بقى اللايك والشير والحاجات الحلوه الجميله بتاعتنا، الاشياء بتاعتنا اللي بنحطها دي اللي بتفرحني وبتخلي الريتش عندي في القناه برضو بيعلى وبيبقى حلو. هنا بقى كنت وسعت للميه عشان الميه تعدي كده على الحمام. بصوا الميه بتجري لوحدها من غير ما انا اشيلها اصلا، يعني من غير ما انا بمسحها والله هي بتجري لوحدها كده. وكنت بقى حطيتها فوق الحافظه التانية، وجبت بقى برضو ميه وطصيت بقى تاني، طصيت قلت بقى دي ودي ياخدوا الميه كده والدنيا تبقى ايه حلوه. لحد ما خلصتهم بقى وغسلتهم، وبدات بقى احط ايه المشايات الصغيره ومشيت الطرقه التايجر اللي انا خدتها دلوقتي حطيتها في اوضه النوم برضو مصوره لكم وانا فرشاها. ودي بقى الفرش الصغيره غسلتها، ما خدتش حاجه برضو على طول كده سريع سريع، حتى ما يعني ما اللهم صل على النبي. انت نسيتي ليه يا راغده، ما شطفتهاش يعني. هنا قلت بدل ما دنيا اشيل في جريدل وكده رايحه جايه في الطرقه، لا سهلين هيتاخدوا ينزلوا في البانيو على طول وهشطفهم هي على طول يعني. ما خدوش مني دول حاجه برضو سريع. اصلا بعد ما غسلت دول افتكرت ان لسه في واحده التايجر ما كنتش لسه غسلتها، وبتاعه المطبخ وبتاعه برضو اوضه الاطفال اوضه ولادي يعني اللي هي في الصغيره اللي في النص. عملتهم برضو ما خدوش حاجه بصراحه. بس انتي عارفه الجو حر، وبصي طول ما انتي قاعده بتعملي بقى مش قادره بقى، بصي يعني مفيصه على الاخر. وبالذات بعد ما اكلت القنبله حواوشي القنبله دوت، بصي عمل شغل عالي خالص يعني. بصي طول ما انا قاعده عماله اشرب في بيبسي بيبسي بيبسي. بقيت بقى كل ما الاقي فرشه قدامي اجرها تتغسل، كل ما الاقي فرشه قدامي اجرها تتغسل، لحد ما خلصت ايه الفرش كلها بتاعتي
و... ودخلتها بقى على الحمام، شطفتها الشطفه المتينه الحلوه كده، اهم حاجه تنزلي الصابون من عليها. ودخلتهم بقى البلكونه تشمسوا لما قالوا يا بس. ودي فرشة المطبخ، عايزة اقول لكم كانت وسخة جدا جدا جدا، لان طبعا المطبخ بقى وداخلين طالعين وبنعمل الاكل وفي زيوت بتقع وفي كده. بس مرشتها مرشة، خليتها زي الفل، خليتها كده بتلمع بجد، لقيتها بتضوي والله العظيم بقى، بانت نظافتها بعد ما نشرتها ونشفت، كانت بتلمع بتلمع بتلمع. وبرده شطفتها في البانيو، قلت برده خفيفة يعني. انا اصلا كنت شاريها على العيد الصغير، وكان نفسي تملى المطبخ كله، معرفش بقيس غلط، ورحت كنت انا ورشا بنت عمي جبتها كنزه، قلت يعني يا ربي، يعني كل مره اروح اجيب فرشه للمطبخ اجيبها كنزه، يعني مفيش مخ خالص يا ربي. فيلا اللي حصل بقى، الحمد لله. عقبال بتاعه العيد الجاي ان شاء الله، العيد الصغير الجاي بقى ان شاء الله، ما بعملش تجديدات الا في ايه على رمضان ان شاء الله. ربنا يدينا العمر يعني ان شاء الله. دخلت بقى كنت ماليه الميه، والميه بقى في البانيو، ورحت نازله بقى ايه، ورحت نازله بقى بالفرش، بقيت اشطف 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 واشطف كده زي ما انتم شايفين، واحط على البانيو، اشطف واحط على البانيو كده. حتى البلاعه اتكتمت يعني من كله بصراحه، يعني بقيت اشطف واحط على القعده، اشطف واحط على القعده، يعني البلاعه لما اتكتمت يعني قلت لا، ما هي كانت ناقصاكي بجد، كانت ناقصاكي، بس سلكتها يعني الحمد لله. وهنا بقى كنا عايزين ايه، نحط اللايك على الفيديو ونعمل الحاجات الحلوه دي الجميله ديت بقى. انا شفت انا تعبت في الروتين دوت على فكره، والروتين الجاي هبقى تعبانه فيه، فما تنسوش بقى تعملوا ايه اللايك، وتخشوا في صفحه في قناه يوميات رغوده، وتشتركوا في القناه وتحطوا اللايك. واشوفكم بقى على خير في فيديوهات وروتينات جايه كتير كتير كتير، وان شاء الله مش هتاخر عنكم بعد كده في فيديوهات كتير. ومتنسوش بقى اللايك بتاعنا، واشوفكم بقى على خير في فيديوهات كتير كتير. مع الف سلامه، باي باي.